وخد التيلة النسخة دي بتوثق ارقام، يعني حاجة عظمة. طب يا رجاله، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا مرحبا بكم في فيديو جديد جامد فشخل. عارف اصلا ان انا بقالي كتير فشخلتين تلاتة ما نزلتش فيديوهات، بس عادي يلا عادي الله وادي حكمته، مشاغل الدنيا بقى يا اسطى. وزي ما انتم عارفين اللي بيخطب بيتفشخ. يلا يا عم الحاج، يلا يا عم الحاج. ماما ما تفكرش ان هو لفلفه. ايوه يا حبيبتي، حبها بورص. هي النعمه انت بتصرم فلوس يا اسطى. يعني صباح الفل، لو انت في دماغك تخطب اخطب يا اسطى، لان دي سنه الحياه والخطوبه جامده في شغل، بس هتتفشخ على بقول لك يعني. المهم يعني عايزين تعملوا لايك كومنت وسبسكرايبر، لان انا ما برجعلكش كده رجوع عادي، يعني انا لازم ارجع بحاجات جديده، انا لازم ارجع بالتقيل. انا المهم ان انا برجع، يعني احمد ربك ان انا برجع اصلا يعني. فلايكك كومنتك سبسكرايبرك وشوف النسخه بتاعتنا هتقول ايه. طبعا يا معلم، مبدئيا الفيديو بتاعنا هيكون طويل شويه، بس الفيديو ده هيبقى مخصوص للناس اللي مبتدئه في اليوتيوب، او الناس اللي ما بتعرفش تحمل من اليوتيوب، والناس القديمه برضو، وفي تغيير لينكات وفي حاجات جديده حصلت. تمام، فانت تابع معايا بالراحه عشان مش كل شويه تخش تتحايل على حد، والنبي ابعت لي، والنبي نزل لي، والنبي اعمل لي. انا هخليك تلغي الكلام ده كله. بص يا معلم، واحده واحده، كل اللي عليك لازم يكون عندك البرنامج ده. تمام، انا معايا النسخه البرو، مش شرط دي تكون هي اللي معاك. تمام، بس لو انت عايزها عرفنا في الكومنتات، مش عايزها تمام هسيب لك رابط، او انت تخش مثلا على المتجر اللي هو العادي خالص، ركز معايا اللي هو ده متجر بلاي او ابل ستور ايا يكن، اندرويد او ايفون. هتكتب هنا بس ركز معايا كده، ذا بوس ارشيف اهو، وتعمل سيرش هيطلع لك ده. تمام، كل هما الاتنين واحد، بتثبته. بعد ما بتثبت معاك بيبقى عندك كده، مش شرط تكون الايقونه كده، بتبقى الايقونه خضراء، تدخل عليها بيفتح معاك بالواجهه اللي انت شايفها دي. بتدور على ملف اسمه الداونلود. يعني بص يا اسطى، ركز معايا عشان ما هدفشخك، ركز معايا. ها، بص يا اسطى اهي الداونلود، خش عليها كده بتلاقي الملف اللي انت منزله هنا، او النسخه اللي انت هتنزلها يعني، او اي حاجه انت هتنزلها مضغوطه هنا. تمام، بس انا عشان منزلها من التليجرام هتبقى جوه هنا. تمام، بيبقى عندك الملف كده بالصيغه دي، بتضغط عليه ضغطه واحده كده بيجي لك الكلام اللي تحت ده. بتضغط على كلمه استخراج هنا. كلمه استخراج هنا بيطلب منك كلمه مرور، يعني انت ركز معايا كده، طلب منك كلمه مرور. كلمه مرور دي اللي هي 4 ارقام. الاربع ارقام دول انا بقولهم بصوتي في الفيديو، رقمين في رقمين. فانت كل اللي عليك هتتابع معايا الفيديو للنهايه، تعرف الارقام دي وتيجي تكتبها هنا. هكتبهم وارجع لك تاني. بعد ما كتبنا الارقام بتقوم جاي ضغط حسنه. انا بشرح بالراحه خالص عشان الناس اللي بتقول لي ما تقفرش في الكوميديا، بس صباح الفل كده. الضغط اتفك اهو، بيظهر معاك النسخه اهي فوق اهي. كل اللي عليك بتضغط ضغطه واحده كده، بتضغط على كلمه تثبيت اهي بكل بساطه. تمام، هيقول لك بقى مثبت الحزم مش عارف ايه. تمام اهو كده بيثبت النسخه معاك بكل بساطه، تعمل تثبيت. تمام اهو. تمام كده النسخه اتثبتت معانا اهي. هفتحها برضو معاكم واوريكم الخطوات عشان كل حاجه، يعني كل حاجه تبقى باينه في الفيديو، محدش يقول لي انا مش عارف ايه وكده. ولو انت بقى معرفتش تحمل ما تجيش تقول لي انا مش عارف، لان انا بقرا يعني بقول لك بوصل لك الفكره بابسط طريقه. هتخش على النسخه عادي اهو. تمام، هتفتح معاك كده، هتضغط مثلا تديله الصلاحيات، وبعد كده بتضغط على السهم الاخضر ده، وبتخش بقى هنا الموافقه والمتابعه، وبتدخل رقمك بقى، وبتضغط نيكست، وبتستنى عشان يدخل برقمك. بتضغط اوكي، وبتضغط هنا اللي هي كونكت دي، بتديله الصلاحيات برضو كلها، وبتنتظر لما الكود بتاعك بيجي. طبعا كده الكود جه بينقلك للصفحه دي على طول. بتضغط برضو كونكت وبتدي الصلاحيات كلها. تمام، ركز معايا هنا، بتيجي بقى للخطوه دي ما تضغطش على الكلمه الكبيره دي، تضغط على الخط. تمام، بيرجعك بتكتب اسمك ايا يكن. تمام، وبتضغط نيكست، وبتنتظر لما النسخه بتفتح معاك. طبعا الشرح بسيط خالص اهو لحد دلوقتي، وبوريك الخطوات اللي الناس كتيره بتتوه فيها. بالنسبه لطريقه التحميل، انا هشرحها لك برضو بالطريقه الجديده بكل بساطه، يعني انا هشرحها لك بكل بساطه. تمام كده النسخه فتحت معانا بكل بساطه. تمام، النسخه جامده جدا، نسخه جامده فشخل اصلا ما تعرفش ازاي. تمام، اهلا بيك في عالمي اللطيف. النسخه طبعا مش نسختي، نسخه حد جميل جدا هنعرفه في الفيديو بتاعنا. كل اللي عليك بقى لايكك كومنتك سبسكرايبرك، ويلا يابا نشوف العظمه دي بتقول ايه.
عندك طبعا المصالح والحوارات والتلقيح والصداع والافشخانات دي. طبعا عندك بقى وقت الطيران، اضافه حسابيه، اللايت مود ودارك مود اللي هو الابيض والاسود في النسخه. تمام نسخه بلون اخضر مع الاسود عامل عظمه. تعالوا وليكن كده اولا نشوف شكل خلفيه النسخه دي بتتكلم عن ايه. خش على رقم مثلا دي كده يا باشا خلفيه النسخه. شوف يابا، طبعا بقى بيجي لك كده لو انت تخش تتابع مش عارف ايه، بتضغط كده وعايز تروح بتروح، ما انتش عايز بترجع تاني كده. تمام بكل بساطه. خلينا نخش على رقمي مثلا اهو، ده كده رقمي بيفتح معاك بالخلفيه الجامده جدا دي. طب اصلا الخلفيه دي مش عاجباك، تضغط كده على الثلاث نقط، خش على الخلفيه. تمام، وانا هسيب لك خلفيه في التليجرام جامده من وجهه نظري، من وجهه نظرك انت بقى الله اعلم. تمام، نخش مثلا على الخلفيات يا باشا، ركز معايا في العظمه دي يا معلم. هنطلع كده. تمام، في عندك اتنين، انا عندك دي. تمام، وعندك برضو عايز اوريها لك برضو عشان ايه الناس انت اللي تختار، وهسيبهم لكم الاتنين. وعندك دي. تمام، فاحنا هنحط بتاعت اخواتنا احسن، شايف من وجهة نظري هتبقى كويسة جدا. تمام، وبتزود الاضاءة كده وبس كده يا معلم. كده شكل الخلفية جامدة بصراحة يعني. طيب عندك هنا يا معلم اللي هو بقى الاعدادات والخصوصية وكل الشروط ده في كل حاجة. تمام، عندك طبعا بقى اللي هو الترمينال فيروس من هنا اندرويد وايفون ليلة. وعندك التذكر يعني دين زيط يا اسطى. وطبعا عندك بقى تغيير اللي هو تفاعل عند نكرتين، واعمل لينك شات، وتغيير صوتك بقى تخليه انثى بقى وتزيط على اصحابك يا معلم. تمام. خد لك بقى اول رقمين من الباسورد اللي احنا قلنا عليهم في البدايه، الا وهم 70 اللي هو 70. تمام، اول رقمين 70. نضغط بقى يا معلم على الثلاث نقط دول كده. طبعا عندك بقى الخصوصيه للتواصل معي، البرايفسي، جدولة الرسائل، الرد التلقائي، الراستر، النسخه المزعج، كلم رقم مكسر تسجله، رساله جماعيه، زراير الفيروس، اعمل روم جديد، اعمل بي سي جديد، افتح ويب على الاخصام، ارسل الرسائل المميزه بنجمه، الاعدادات. خش على البرايفسي بيفتح معاك الجمدان ده. نضغط على اول حاجه كده، شويه خصوصيه مالناش دعوه بيهم خالص اطلاقا يعني، ملهمش 30 لازمه. نضغط على الخصوصيه البلس، ركز بقى يا اسطى، قسم زراير الفيروس. شوف الجمدان يا معلم، اول قسم يا روحي. لو دخلنا على اول قسم هتلاقي بقى لحل اي مشكله في النسخه، ازاله اللاج من الواجهه، ما تهنكش من اي فيروس، ما تهنكش من فيروس الصور، ما تهنكش من فيروس اللوكيشن، ما تهنكش من فيروس المستندات. كل دي يا باشا زراير فيروس. حرفيا انا لو قعدت اشرح لك الزراير دي كلها بتعمل ايه عايزين لنا فيديو فوق الفيديو، والفيديو ده يبقى طويل لوحده اصلا. تمام. طبعا بقى دول لو ما تاخدش كراش، وهنا ما تاخدش كراش في فيروس البوت 2، وشويه يا اسطى عظمه. وما تهنكش من حرق المكالمه يعني، ما انسى. وما تهنكش قطع نت، النسخه دي ما بتهنكش قطع نت، النسخه دي فيها كل حاجه انت حرفيا مش هتصدق. نرجع كده يا معلم، زرار اضافيه. عندك بقى اصلاح اي مشكله في الكول، الرد التلقائي، ادمان فيك، نزل كل الادمان بضغطه، توثيق الارقام، اخفاء المنشن، ما تهنكش فيروس سبام. يعني انت متخيل النسخه دي يعني بتنزل كل الادمان بضغطه؟ يعني انت ممكن اي روم انت مش الادمان مش عاجبك اللي هو عامل الروم اصلا بتفشخه. صباح الفل. وخد التيله، النسخه دي بتوثق ارقام، يعني حاجه عظمه. وخد التيله، النسخه دي بتوثق ارقام، يعني حاجه عظمه، حاجه ليفل الوحش. نرجع كده، تفكيك الريكورد. عندك بقى معلم ممكن تبقى بتكلم خطيبتك ولا حاجه، تبعت لها ريك دقيقه مثلا بتتكلم فيه، بيبان لها هناك ان انت بعت لها ريك سنه، هتفشخك فيها. اسالنا يا ابننا ونعمل ايه؟ اسال، ما فيهاش شخ، ما فيهاش الا انا بقوله ده معلم. نرجع يا اسطى. تمام، نخش بقى معلم تاني على البرايفسي، نخش على الخصائص بلس. عندك بقى ايه؟ عندك المزعج بيحبك. النسخه دي بتاعت مين؟ المزعج. النسخه دي بتاعت حد اسمه المزعج. تمام، هو اسمه كده، انا ماليش فيه يا عم، ما تعرفناش. افكتات النسخه طبعا بقى عندك دي كلها افكتات يابا، اختار اللي يعجبك. انا وليكن اختار الافكت ده، اي افكت عادي يعني مش شرط. هنا اكتب في الروم وانت مش ادمن، يعني انت لو فعلت الزرار ده اي روم مقفول هتتكلم فيه عادي انت صباح الفل. تمام. وهنا تأثيرات وتحركات الوجه، وهنا موجة متحركة اللي هو الموجة المتحركة دي انت تختار برضو تعجبك، يعني تتحكم في اي حاجة. تمام. هنا تأثيرات وتحركات الوجه، برضو تختار التأثيرات اللي تعجبك، حاجة ترجع لك انت وللتواصل معاه. وهنا آلة حاسبة يا معلم، يعني بص بقى تحسب كل اللي انت زيط يا معلم. تشغيل اغنية في النسخة، تحويل MP3
الام بي 4 لام بي 3. تمام. تشغيل اغنيه في النسخه، لو جيت تشغل عادي صباح الفل تختار الاغاني اللي تعجبك، بس انا مش هينفع عشان الكوبي رايت وكده. تمام. وهنا عدم تعديل رسائل. تمام. وهنا تجاوز المشاهده المره واحده، وهنا توقف عدد المشاهده واخفاء مشاهده الستوري، طبعا ده انا مش هحس طبعا، ومنع حذف الحالات ومنع حذف الرسائل، والاعدادات بقى العاديه يا اسطى. ولو انت بقى تقفل النسخه بصوت عشان بنت ما تفشخكش، والليله الجامده في الشخله دي. نرجع كده يا معلم، سمات النسخه يا باشا. السم الاخضر ده مش عاجبك، تمام، خش على تحميل سمات، هيجي لك يا اسطى 4032 سيم حرفيا بعدد شعر راسك، بس انا عندي النت خرا فانا مش هيفتحه. نرجع كده يا معلم، نرجع تاني. عندك بقى النسخه الاحتياطيه، واللي انت تعمل نسخه احتياطيه دي الالوان. لو انت عايز تعمل لون مخصص بنفسك انت، عندك الستايل والشكل، تختار بقى ايموجي الايفون 2023 محدث يعني اعلى اصدار، تغيير ايقونه التطبيق. تمام. كل ده ايقونات يا معلم، اختار بقى برشلوني مدريدي برازيلي تايواني انت حر. برضه ايقونه الاشارات كذلك. لو انت عندك بقى نوع خط كده انت عايز تختاره، انا وليكن بحب نوع الخط ده فاخترته. لو انت عندك خطوط تانية عايز تضيفها بتضيفها من هنا. بترجع كده يا معلم، عندك النسخ الاحتياطي والاستعاده. لو انت عايز تعمل نسخه احتياطيه تركب ملف بسرعه وبعد كده تعمل استعاده. تمام. نرجع كده الاعدادات، كل اللي هنعوزه في الاعدادات دي. تمام. انت يعني كل اللي هتعوزه، انت لو عايز تغير لغه النسخه بالاول من هنا، يعني ميزه جميله جدا. تمام. اعدادات خيارات الترجمه، يعني انت لو عايز سيرفر خارجي افتراضي، تمام، تطبيق مترجم جوجل، تمام، اللي انت عايزه انت. تمام. فاحنا هنسيبنا من ده كله، هنفعل الزر ده وننزل تحت كده. ان لو انت عندك النت جامد هتفعل ده للاخر، النت عندك على الله بتسيبهم زي ما هم. تمام. نرجع تاني يا معلم. عندك بقى التحكم في الشاشة الرئيسية والاعدادات التانية دي كلها اعدادات بلس، بس نخش الشاشة الرئيسية نوريك حاجة بس. هتخش هنا التأكيد قبل ارسال ملصق، عشان لو عندك ملصق كده ولا كده، احنا عارفين يا اسطى الكلام الوسخ ده. تمام. التحكم في شاشة المحادثة دي، التحكم في الشاشة الرئيسية الأول. خش على التلقيح دي. تمام. بتطلع كده، شايف يعني، ركز معايا، شايف حالة 5 دقايق ده بتفعله عشان تقدر ترفع الستوري أكتر من 30 ثانية. تمام. يعني أنت ممكن ترفع الستوري ساعة عادي جدا. تمام. عندك هنا التأكيد قبل إرسال صورة على الحالة. خد بقى يا الورع انتوية، لو انت بقى بتصور انت واشيائك، اكيد انت بتصور انت واشيائك، انت اشيائك وانت حر فيه، فممكن صورة منهم تنزل بالغلط فين؟ على الستوري. مين يشوفها؟ انا مثلا يعني، واتمنى ذلك، مش انا اي حد مثلا. فانت عشان تمنع الكلام ده بتفعل الزر ده. تيجي مثلا صورة تنزل بالغلط تلاقي جاي لك اشعار بيقول لك ان انت هتنزل الستوري ده، فانت تدي له اوكي. اسمع مني، ادي له اوكي. نرجع كده. طبعا كده الليله دي كده خلصت. تمام. يعتبر دي النسخه بكل بساطه، الحاجات التانية مش مهمه قوي، انت تعرف يعني، انت تعرفها بنفسك. تمام. فانت كل اللي عليك تعمل لايك وكومنت وسبسكرايبر، وخد لك اخر رقمين من الباسورد، اخر رقمين في الباسورد 30 اللي هو 30. تمام. نيجي بقى لطريقه التحميل. طريقه التحميل ازاي؟ بص يا معلم، انا بجيبها لك من البدايه خالص اهو. طريقه التحميل اهي. انت دلوقتي عندك مثلا اليوتيوب اهو، خش على اليوتيوب عادي جدا مفيش اي مشاكل، اليوتيوب هيفتح معاك، الدنيا جميله مفيش اي حاجه. تمام. عايزك تركز وتفهم الدنيا ماشيه ازاي. ده بالنسبه، انا بشرح بالنسبه لطريقه التحميل بتاعتي. هتلاقي بقى يعني مثلا انا اجيب لك، هتبقى انت بتتفرج وبتفر كده مثلا اهو. تمام. وعجبك مثلا الفيديو ده، يعني انت مثلا عجبك الفيديو ده كده عجبك. تمام. بتخش عليه عادي، بتبقى عايز تتفرج عليه. معلش يا اسطى، اعلانات بقى ودنانير وفلوس ومصاري، مالناش دعوه بالكلام الوسخ ده. تمام. هتخش على، شايف كلمه المزيد ده ايه؟ كلمه المزيد الصغيره دي، بتضغط كده. تمام. وبتضغط المزيد وبتطلع كده، هتلاقي كاتب لك اهو رابط التحميل النسخه في اول تعليق، يعني انا كاتب لك رابط تحميل النسخه في اول تعليق. تمام. يبقى نخش على اول تعليق ازاي اهو، شايف التعليقات دي؟ بتضغط على كلمه التعليقات بس ده. تمام. بتلاقي الرابط متثبت في وشك اهو، ركز معايا اهو، يعني سوري، الرابط اهو متثبت معاك، رابط تحميل النسخه في التليجرام. تمام. ركز معايا، لازم يكون عندك التليجرام. خش عليه كده، خش على الرابط عادي جدا مفيش اي مشكله، بيبدا يحولنا على التليجرام. بعد ما بيحولك للتليجرام بيدخلك في قناتي اهي، دي كده قناتي، ركز، دي كده القناه بتاعتي.
تمام. فانت دلوقتي بتنزل لتحت خالص اهو، بتلاقي كلمة رابط تحميل النسخة. عايزك تركز معايا بقى. انت دلوقتي بتبص على الصورة المصغرة، يعني الصورة المصغرة دي لو لقيتها نفس اللي كانت على اليوتيوب يبقى انت الرابط اللي تحتها ده بتاع النسخة دي، فهمت؟ يعني مش تيجي مثلا على رابط زي فوق هنا مثلا كده، يعني الرابط بتاع النسخة هنا مثلا وتقول لي ده الرابط، لا، انت بتشوف دي الصورة المصغرة اللي كانت على الفيديو، يبقى الرابط اللي تحته اللي هو مكتوب رابط تحميل النسخة هو رابط التحميل. بتضغط عليه كده بيبدأ يحولنا على الاختصار. ركز معايا هنا للناس اللي ما بتعرفش تتخطى الاختصار. تمام. بتضغط على كلمة كالسن دي أول ما تطلع لك. تمام. انت طبعا بيطلع لك اعلانات ودنيا كبيرة اهي، هتسيبك من ده كله وتضغط على كلمة كالسن دي في الآخر اهي. تمام. بيبدأ يحولك على حاجة تانية اهو، بتسيب الاعلانات وتسيب كل حاجه، العداد بيعد اهو، كل حاجه بتسيبها زي ما هي. ساعه ما العداد يخلص عد بتلاقي الكلمه البنفسجي دي ظهرت لك بوضوح، بتضغط عليها بيبدا ينزلك على كلمه تانية، بتضغط عليها بيجيب لك اعلان اهو، شايف؟ بتضغط على الاكس دي، مش اللي فوق خالص، الاكس اللي تحت دي اهي. ركز معايا، بيطلع لك نفس الحوار تاني، بتضغط برضه على كلمه كالسيوم دي اهي. تمام. وبيرجع لك بيجي لك نفس العداد، بتفر كده بتلاقي نفس العداد تاني اهو. العمليه بسيطه، انا عايزك تركز معايا، العمليه بسيطه خالص. بتسيب العداد لما يخلص عد، وبعد كده بتضغط على الكلمه البنفسجي دي، بتبقى جايه ظاهره لك بوضوح اهو. بص كده الكلمه ظهرت بوضوح، بتضغط عليها بتنزلك على جوت لينك اهي، نفس الكلمه دي تضغط عليها تاني اهي، تبدا تحولك على نفس الحوار، بتضغط على كالسيوم تاني. تمام. معلش يا اسطى، يعني انا اسف على بشاعة هذا المنظر، بس هعمل لك بلور في المونتاج يعني. بتطلع برضو على نفس العداد نفس الخطوه، يعني انت متخيل هي كل مره نفس الخطوه. تمام. بتختلف في اخر صفحه بس ولا حاجه. ركز معايا اهو كده، جالك 100%. بتطلع كده بتلاقي الكلمه البنفسجي ظاهره جامد، بتضغط عليها بيجي لك الكلمه دي، بتضغط عليها. تمام. وبيجي لك نفس الاعلان، بتضغط على الاكس اللي تحت مش اللي فوق، اللي تحت بتضغط عليها. تمام. بيبدا يجي لك نفس العداد تاني، بتفضل تكرر الخطوه لحد بص نفس الخطوات. وانا اسف برضو على بشاعة هذا المنظر. والعداد بيعد معاك تاني، خلص عد وارجع لك. بعد ما خلص عد بتطلع كده بتلاقي نفس الكلمه، بتضغط عليها وبتلاقي كلمه جوت لينك، تخش عليها يا باشا بكل بساطه. بتلاقي كلمه رابطك جاهز تقريبا، يعني الصفحه بتبقى 4 مرات. بتضغط متابعه، بعد ما تضغط متابعه بتقوم جاي راجع مره واحده على طول، يعني تضغط متابعه والشريط اللي بيحمل هنا ما يكونش لسه حامل، بترجع مره واحده كده من تليفونك. بتلاقي جالك اهو التحميل اهو. بتعمل بقى ايه اهي، تضغط هنا كده تنزيل، اللي دي بيبدا ينزل معاك. ما تسيبش الصفحه دي بقى، يعني انت ما تسيبش الصفحه دي غير لما ينزل، يتم تنزيل ويجي لك كلمه حفظ. يعني بص انا معاك اهو، برضو هسيبه ينزل واوريك. تمام. بعد ما خلص نزول، بعد ما نزل تمام وبقى 100% اهو، بتضغط على كلمه استمرار. بعد ما تضغط على كلمه استمرار خلاص كده اهو، كده نزل معاك اهو. تمام. بتلاقي فين؟ بتلاقي عندك في الملفات بقى. تمام. لو انت تليفونك عالي هيفك الضغط من الملفات، مش عالي لازم يكون معاك التطبيق ده اللي انا قلت لك عليه، ونفس الخطوات اللي انا قلت لك بتلاقيه في الداونلود هنا. يعني لو دخلنا على الداونلود هنلاقي اهو منزلنا النسخه اللي احنا لسه منزلينها. وبس كده يعني يا معلم، ده كان الفيديو بكل بساطه. انا عارف ان الفيديو طويل زياده عن اللازم، بس انا كان لازم اعمل الفيديو ده عشان تبقى فاهم الدنيا ماشيه ازاي وتعرف تحمل. وبس كده يا معلم، ده كان الفيديو بكل بساطه. ما تنساش تعمل لايك كومنت وسبسكرايبر، والسلام.